ولا عزوز. فالاولويات النهارده اولويات كل اسره تحط اولوياتها. عايز اقول لكم ناس كتير النهارده بدات تقلل خروجاتها. اللي كان بيتعشى 5 مرات ولا 4 مرات بره قلل شويه. بيتغدى كذا قلل شويه. بيتغدى بره، بتكلم على خارج البيت. يشتري حاجات جاهزه، اكل جاهز كتير، بداوا يقللوا. في ناس بدات تعمل كده. في ناس حاطه يعني اجندتها لمده 3 شهور اللي جايين، ال4 شهور الجايين من دلوقتي. في ناس قال لك عزومات اللي كنا بنعملها في رمضان معلش السنه دي مش هنعرف نعملها. ناس عندها حق. ناس عندها حق. في اولويات في الاخر. الموضوع مش الفشخره. يا عم العرب هنا اقعد يا عم، ده ايه الخنقه دي؟ اعوذ بالله. طيب مهم للصحه النهارده صحتك تبقى كويسه، جسمك يبقى كويس، وشك يبقى كده منور، بشرتك تبقى لطيفه وجميله، يعني نظرك يبقى، يعني مش بتكلم، انا بتكلم على بشكل عام الصحه. لما الواحد عايز يحافظ على صحته فاكل اكل صحي. قلت لحضراتكم تجربتي ايضا القمح، عيش القمح يعني ايضا الحاجات اللي قللتها. الرز خلاص امتنعت عنه. حاجات كتيره نقدر نعملها، ما بقولش الناس تعمل زيي خالص. انا بقول لكم تجربه شخصيه ليا انا شخصيا. عايز اقول لحضراتكم انا عملت الحكايه دي 3 شهور. 3 شهور في اول 3 شهور نزلت 9 كيلو. في اول 3 شهور نزلت 9 كيلو. مهندس بص يا حبيبي، اتفضل. انا عايزك تيجي معانا نفتتح، وتشرب معانا كده من نيلها وننبسط وناكل لقمه، وان شاء الله النظره التشاؤميه اللي عندك وعند الناس اللي زيك دي هتروح خالص وهتبقى زي الفل. كل حاجه غاليه، كل حاجه غاليه، فراخ غاليه، لحمه غاليه، خضار غالي، رز بتاع 20 جنيه، مكرونه ب 20 جنيه، الرز كان ب 8 جنيه، ب 10 جنيه، النهارده ب 20 جنيه، العدس النهارده ب 50 جنيه، ب 57 47 جنيه. اسعار كلها مولعه. القوطه، الخيار ب 8 جنيه كنا بنجيبه ب 6 جنيه، الفراخ كنا بنجيبها ب 38 جنيه ودلوقتي ب 60 70 جنيه. سوق بلف مش عارف اجيب حاجه بحدود 50 جنيه، مفيش حاجه بحدود 50 جنيه خالص، كله مرتفع. وانا راجل عندي 61 سنه، ولا باخد معاش، ولا في قرش داخلي، ولا عارف ايه. يبقى شوف الدوله رايحه لفين يا جماعه. لو نصبر على بلدنا مش على حد تاني، مش على حد تاني.